تعرف بحضرتك؟ حسن العباسي، ناظر مدرسة الملعبية التجارية الثانوية. السن؟ السن 52 سنة. يعني ليك حرفة ولا ناظر بس؟ لا، كنت أصلا مدرس مواد تجارية وحاليا دلوقتي ناظر. طيب حضرتك شايف مين الأصلح في انتخابات الرئاسة 2012؟ بالنسبة لانتخابات الرئاسة، أنا بندعم الدكتور محمد المرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين ومرشح حزب الحرية والعدالة. بيقول عن القناعة وعن برنامج الجماعة الفنيات من أول ما الثورة قامت، على أساس مشروع النهضة اللي المهندس خيرت الشاطر عمله، وكانوا بيتمنوا إن هم ينفذوه في أقرب فرصة بعد قيام الثورة، لأن السلبيات اللي كانت موجودة في البلد كتير قوي، واحنا عايزين بأسرع وقت نتفادى السلبيات دي، لأن شعبنا شعب كبير ومصر كبيرة، ونتمنى إن احنا نوصل إلى مستوى أعلى من اللي احنا فيه حاليا دلوقتي، من حيث المعيشة ومن حيث المستوى التعليمي ومن حيث المستوى الصحي. لأن شعبنا اللي يبص على بعض حاجات شعبنا فيه ناس مطحونة فيها كتير. يعني انت حضرتك بتدعم كشخصية الباشمهندس محمد المرسي مع انه كان احتياطي، ولا بتدعم مشروع بشخصه؟ بالنسبة مفيش حاجة اسمها احتياط وحاجة اسمها اصلي، في حاجة اسمها برنامج حزب وبرنامج جماعة وبرنامج شعب. البرامج دي لما بتطبق بغض النظر عن اشخاصها، زي ما موجود في دول العالم الديمقراطي زي المانيا وزي بريطانيا، رئيس الوزراء بيتغير ما بيحصلش اي حاجة. رئيس امريكا مثلا بيتغير، امريكا ما بتتغيرش سياساتها الاقتصاديه ولا سياستها الخارجيه ولا سياستها العسكريه، دي يعني في سياسات ثابته. احنا عايزين نثبت سياساتنا من حيث الاقتصاد ومن حيث السياسه ومن حيث الدفاع ومن حيث كرامتنا في وسط الشعوب ومستوانا، بغض النظر مين اللي هيمسك، بغض النظر عن الشخص نفسه. والبرنامج مثلا بتاع حزب الحريه والعداله اللي ابتدوا اليه المهندس خيرت الشاطر عامله، مش منزل اللي هينفذه لوحده، جموع الشعب وكل مصر كله. الانتاج لما يكون في بلد ما بيكونش على اساس ان فرد واحد هو اللي بينتج، ده هو بيدعو تكاتف الشعب كله ان هو ينتج ويستهلك ويتطور بإرادة شعبه، بس هو كمدير، لان يعني الاداره له دور كبير في التقدم. فمثلا حزب الحريه والعداله لما يكون بيدير على اساس ان هو عنده اداره وعنده منهج بينفذه، في منهج بينفذه، مش بغض النظر عن شخص مين. وبعدين الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب، وبعدين انت تعلم كويس ان حزب الحريه والعداله اخذ اكثر من 50% في مجلس الشورى وحوالي 50% في مجلس الشعب بقى في انتخابات حره نزيهه كامله، يعني ديمقراطيه زي اي شعب من الشعوب. يبقى دليل نجاحه برضه، مش دليل ان هو مثلا احتياطي. بس الاعلاميين شوهوا صوره الكلام ده كله، وقال لك لو دخلوا تاني ما فيش حد يديلهم. بالنسبه للاعلام المصري، احنا كنا متعودين في فترات شبابنا ان الاعلام المصري عباره عن الاعلام الحكومي. حاليا دلوقتي القنوات الخاصه هي اللي بدات، كل واحد له قناه خاصه بيدي رايه معين، وبيدي رايه بناء على رئيس القناه او صاحب القناه. فاصبح الاعلام عندنا حاليا دلوقتي بيدي اراء اصحاب القناه واراء المذيعين واراء الناس، فكل واحد له راي. فاحنا لما بنسمع مثلا راي من ان الاخوان المسلمين وحشين، يبقى مش معنى ذلك ان الاخوان المسلمين وحشين على مستوى الشعب كله. وكان اكبر دليل في مؤتمر بتاع الدكتور محمد المرسي في الزقازيق، كان ما فيش مكان حد يحط في رجله في الملعب. المؤتمرات اللي الدكتور مرسي عملها سواء في استاد المنصوره، في استاد الزقازيق، في البحيره، في اي مكان دلوقتي هيروح محافظه، في اي محافظه هيروحها هيلاقي انصار الحريه والعداله وانصار الاخوان والناس اللي هم البسطاء من الشعب المصري اللي بيثقوا في الناس اللي عند ضميرها حي. هيلاقي الناس جموع من الناس. وبعدين اللي بيروح حاليا دلوقتي في ظل الديمقراطيه اللي احنا عايشينها حاليا دلوقتي، اللي بيروح يطلب صوته بيطلب صوته عن قناعه، محدش هتجبر حد. ممكن يكون البيت فيه مثلا 5 أفراد او 10 أفراد، هتلاقي كل واحد منهم متبني رئيس معين وفرد من الرؤساء ال 13 اللي موجودين دول.
وايام الانتخابات برضه الانتخابات النيابيه كان الاسر بتبقى مقسومه، كل واحد عايز يروح ينتخب واحد معين. يعني اصبحنا في حريه كامله. يعني بعض الاعلاميين يقول لك ايه، يقول جماعه الاخوان المسلمين او الناس اللي هم الافراد بيعملوا ايه؟ بيدخل البيت يبقى اهل البيت طابور علشان يحطوا اصواتهم لفلان الفلاني. بالعكس، ده كل واحد وكل انسان طالعه بتدلب صوتها عن قناعه، وبيبقى عارف هو رايح لمين. نعم. ما فيش حد، احنا كشعب دلوقتي عندنا حريه وعندنا حريه راي وعندنا ثقافه. يعني الست اللي ما بتعرفش تقرا دلوقتي بتسمع التلفزيون بتحلل الوضع البلد ايه بالظبط. مع ان التلفزيون فاسد ما يعني بعض القنوات، ما هو بيفرز برضه القنوات الفاسده من القنوات اللي قصدها، او بعض الاشخاص اللي قصدهم مصلحه الشعب. يعني انا قصدي القنوات الخاصه اللي بتوجد بعد الثوره او اللي بتوجد في العصر الحالي دلوقتي، بعضها بيتبنى وجهه نظره هو. يعني اقول لك مثلا على بعض القنوات زي قناه الفرعيه بتتبنى وجهه نظر صاحب القناه. هل كل اللي موجود مثلا في قناه زي دي يبقى كله صح؟ ماشي، شكرا. العفو.